احنا قلنا لو انتر ميامي كسب هيبقى 7 نقط وكده، هيبقى فرصه الاهلي تقريبا منعدمه، لانه لو كسب بورتو وبالميراس اتغلب 4 نقط المواجهات المباشره بالميراس. فاحنا الامل الوحيد للاهلي عشان فارق الاهداف ان هو يكسب بالميراس 2-0 و سوري يكسب بورتو 2-0 وبالميراس يكسب انتر ميامي 2-0. ده الحل الوحيد لصعود الاهلي. كده بالميراس هيبقى اول المجموعه معاه 7 نقط، 3 و3 و1 7 نقط، وانتر ميامي 4 نقط والاهلي 4 نقط، والمواجهه المباشره متعادلين 0-0. هنشوف فرق الاهداف. فلازم الاهلي يكسب بورتو 2-0 وبالميراس يكسب انتر ميامي 2-0. دي الكيسه الوحيده 2-0 اللي الاهلي يوصل فيها تاني المجموعه. غير كده اي نتائج اخرى اعتقد هيبقى صعب، يعني اي نتائج اخرى غير فوز بالميراس وفوز الاهلي بفرق اهداف. يعني الاهلي لو كسب 3 وبالميراس كسب 3 الاكثر احسن، الاقل هيبقى فيه تقريبا مشكله، يعني لان هو الماتش الاولاني 0-0، انتر ميامي ليه هدفين وعليه هدف، يعني بوزيتيف 1، الاهلي عليه 2-0 نيجاتيف 2، الفرق 3. في حالة تساوي بقى يعني هنفترض مثلا ان الاهلي كسب 1 وانتر ميامي خسر 2، هيبقى كده متساويين فرق الاهداف الانذارات. يعني اعتقد ان الاهلي انذاراته اكتر بكتير. فهو عشان نهرب من موضوع الانذارات ده لازم الاهلي يكسب 2-0 او اكتر، وبالميراس يكسب انتر ميامي 2-0 او اكتر. هنكمل معاكم بقية الاحداث.